السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كيف ما كتشوفوا اليوم جيت نصايب معكم ميني شبكيه كتجي رائعه. راه غير التصويره كتبان لكم كبيره، مي هي راه صغيره 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 بزاف. كتجي هشيشه ومقرمشه وكتجي معلكه بواحد المذاق خطير وبواحد العسل. راني ديجا صايبتها معكم في واحد لا فيديو، دابا نخليها لكم في الرابط. كيف ما كتشوفوا من خلال الفيديو يعني واحد الشبكيه كتجي رائعه. هانتوما كتجي معلكه مجعبه من الداخل وكتجي هشيشه كيف ما كتشوفوا في لا فيديو. نتمنى انكم تجربوا جميع المراحل باش نوريكم حتى الطريقه ديال التشباك ديالها اللي سهله وبسيطه ويمكن اي وحده تقدر تنجح معها، وباش نشارك معكم الاسرار ديال القرمشه ديالها والهشاشه ديالها. كتجي رائعه. خليكم مع الفيديو. كيف ما كتشوفوا من خلال المقادير اللي هما مقادير بساطين يعني متواجدين في اي دار يعني وماشي كتار، ودغيا كتوجد معكم ونحاول نبسطها معكم. كيف ما كتلاحظوا دابا نبداو على بركه الله. درنا قبيصه ديال الملحه، درنا النافع مدقوق، معلقه ديال القرفه، درنا كاس ديال المزهر، درنا كاس ما بين الزبده والزيت مذوبين، كاس ما بين الزنجلان واللوز محمرين غير شي شويه ومدعوقين حتى هما. صافي كنديروا المقادير كاملين، من بعد كنخلطوهم مزيان حتى كيتجانسوا مع بعضياتهم. بالنسبه للدقيق حتى جيت معكم واحد نص كيلو ديال الدقيق، غادي يبقى واحد الكميه قليله دابا نوريها لكم في لا فيديو. هنايا خديت نص باكيه ديال الخميره ديال الكاطو، ما كنستعمل لا بيض لا خماره ديال المعجونه لا حتى شي حاجه. هنا كنديروا الملون باش كتجي محمره، يمكن لكم ديروا الزعفران الحر. صافي كنعجنوا الشباكيه ديالنا. حاولوا انكم تخليوها قاصحه، ما تخليوهاش جاريه، خصها شحال ما كانت قاصحه شحال ما كتجي معاكم هشيشه. هذا هو السر باش كتجي هشيشه، ان تكون العجينه قاصحه بزاف. صافي كنعجنوها مزيان. كيف ما كتلاحظوا هذا هو التكستير ديالها، كيف ما كتشوفوا راه قاصحه بمعنى الكلمه. صافي هذا هو الكميه ديال الدقيق اللي بقات معايا. هنا كنقطعوها اجزاء، تقريبا درت هنايا 6 ديال الاجزاء. من بعد غادي نكوروهم ونحطوهم على جانب. صافي بغيتو ما تكوروهمش تحطوهم غير هكا كان احسن باش تجيكم سهله انها تطلق معكم بالمدلك. هنايا كنطلقوها باش غادي نوريكم الطريقه اللي كتجي بها الشباكيه ديالكم مجعبه من الداخل، ما كتجيش معجنه، كتجي مجعبه. هي هاد الطريقه هذه انكم كتطلقوا العجينه بالمدلك مزيان، من بعد كتحاولوا انكم ديروا لها بحال هكا بحال الشكل ديال الملاوي. صافي كنصايبوا على الطريقه هذه وكنخليوها على جنب حتى كتطلق راسها. نعاود معكم وحده اخرى، كنطلقوها بالمدك مزيان، من بعد كنطويو جهه على جهه كيف ما كتلاحظوا. صافي غادي نبسطوها الثاني بالمدلك، من بعد غادي نضيفوا جهه على جهه، يعني ساهله يعني بحال الشكل غديري الملوي. صافي من بعد غادي تخليها على جنيب حتى كتطلق راسها مزيان باش انها كتسهل باش تطلق معكم بالمدلك. صافي هذه هي العجينه ديالنا بعد ما كملناها كامله. كنديروها في بلاستيك غذائي وكنخليوها حتى كتطلق راسها مزيان باش ملي كنجيو نطلقوها بالمدلك كتطلق معنا بسهوله وما كتعذبكش. صافي كنخليوها كيف ما كتشوفوا. دابا من بعد ما طلقات راسها رجعنا معكم. صافي كنطلقوها بالمدلك على هاد الطريقه هذه. صافي كتطلقوها مزيان، من بعد كتقطعوها بشكل متساوي، كل جزء كيخرجك 4 ديال الاشرطه تقريبا. هانتوما حاولوا انكم تجيبوهم متقادين باش كتجي التشبيكه ديال الشباكيه كتجي متقاده، وكتجي حبيبات ديال الشباكيه كيجيو كلهم متقادين، ما كتجيش وحده كبيره وحده صغيره، يعني كيمشيو بشكل قاد متساويين.
صافي هنا كنطلقوها بالمدلك، نحاولوا اننا نطلقوها رقيقه بزاف، يعني شحال ما جات رقيقه كتجي زوينه، ما كتجيش غليظه، حيت ملي كتبقى راكم عارفين كتنفخ حيت فيها الخميره. حاولوا انكم ترقوها مزيان، وماشي ضروري انكم تستعملوا الماكينه ديال الشباكيه، يعني راه بزاف الناس غتلقى ما عندهمش الماكينه، داكشي باش ما كيقدروش يديروا انهم الشباكيه. يعني انا جبت لكم طريقه يعني غير بالمدلك، طريقه مبسطه كتجي معكم زوينه وكتجي مجعبه. بالنسبه للشبيكه راه كندير انا يعني 4 ديال شريطات، يعني كندير 3 الرابعه هي اللي كنقطع بها، 3 شريطات الرابعه هي اللي كنقطع بها. هانتوما كيف ما كتشوفوا كيجيو متقادين متساويين مع بعضياتهم، وكتجي حتى العجينه رقيقه. دابا غادي نوريكم الطريقه ديال الشباك ديالها اللي قلت لكم بانها سهله واي واحد يقدر يديرها. كتشدوا الطرف على الطرف الثاني وصافي، من بعد كتقلبوها وها هي الشبيكه ديالكم مواجده. غنعاودها معكم مره اخرى. هانتوما كيف ما كتشوفوا المنظر ديالها كيجي رائع. نعاود معكم واحده اخرى. هانتوما كتشدوا شريطه على شريطه هكا كتخلفوهم، من بعد صافي كتشديها كتقلبيها داك الطرف التحتاني كتطلعيه، من بعد هي كتجي التوريقه يعني التشبيكه ديالها ساهله. نعاود معكم الثالثه باش توضح لكم الصوره. هانتوما كديروا وحده من هاد الجهه مع الاخرى وحده من هاد الجهه مع الاخرى، من بعد كتقلبوها. ملي كتقلبوها ديك الطريف اللي كيبقى لكم من التحت كتحاولوا تطلعوها هكا في الوسط صافي، وكتجي بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، يعني كتجي زوينه في المنظر. صافي هانتوما شتو راه ساهله. نتمنى انكم تجربوها. راه يعني انا كنقول انكم غتشوفوا هذا الفيديو غادي تنوضوا تحيدوا العكز وغتنوضوا ديروها، حيت راه ما فيهاش شي مقادير، وفي نفس الوقت يعني ما فيهاش يعني الطريقه ديال الشباك ديالها سهله، طريقه التوريقه ديالها سهله. وراني شاركت معكم جميع ديال الاسرار باش كتلصق معكم الشباكيه. يعني انسان يديرها هكا ديال الدار يعني كيعرف راسو واش كياكل، وفي نفس الوقت نقى وكتكون زويته نقيه عسيله نقيه، وكياكل شي حاجه اللي هي نقيه وعارف راسو باش مصايبه. صافي هذه هي الشباكيه ديالنا، كتجي صغيره داكشي باش قلت لكم ميني شباكيه، يعني كتجي صغيره. راه غير في لا فيديو هكا مع مقربه لكم التصويره كتبان كبيره، مي هي راه صغيره بزاف. يعني يمكن لكم ديروها هكا في المناسبات ولا هكا في الاعراس ملي كيديروهم كيفرقوا شباكيه هكا مع الحريره في الصباح، يعني كيجيو صغيورين كيجيو منظرين كيجيو رائعين. صافي من بعد كنصطفوها في شي لاطا وكنخليوها انها حتى كتنشف شي شويه، من بعد عاد كندوزو باش كنقليوها. هانتوما كيف ما كتشوفوا يعني خرجت لي تبارك الله واحد الكميه يعني راه مزيانه. هادشي كله غير بنص كيلو ديال الدقيق. هانتوما كيف ما كتشوفوا تبارك الله راه حطات واحد الكميه يعني لا باس بها. واللي بغى يضاعف المقادير بغى يدير شي كونتيتي كبيره ولا شي حاجه يمكن يضاعف المقادير، غير هما المقادير يضاعفوا كاملين. اذا ضعفتي الدقيق غتضاعفي الزيت والزبده، غتضاعفي النعناع القرفه الخميره. صافي هنا كنخليو الزيت ديالنا حتى كتسخن مزيان، وعاد كنضيفوا الشباكيه ديالنا. صافي كنبقاو نقلبوها هكايا وكنخليوها عاوتاني تكمل التحميره مزيان حتى كتاخذ داك اللون الذهبي. بالنسبه للقرفه راه كتعطي واحد اللون هائل هي وداك الزعفران الحور، ولا ما عندكمش الزعفران الحور يمكن لكم ديروا غير الملون الغذائي اللي هو الزعفران العادي. حاولوا انكم حتى هي كتقلوا نتوما كتحركوها، علاش؟ باش ما كيجيش جهه محمراء جهه بيضاء، باش كتاخذ لون واحد الشباكيه كامله كتجي كلها لون ذهبي، ما كتجيش جهه بيضاء جهه محمراء، يعني كتجي في المنظر ما زويناش. صافي كما كتشوفوا من بعد ما كتحمر وكتقلى لنا الشباكيه ديالنا
كنديروها في العسل اللي خاصها تكون البنات العسل تكون بارده، يعني اين فوا كتكون الشباكيه سخونه كتغطسيها في العسل البارده كتسمعي بانها كدير واحد الصوت، يعني تما كتكون كتشرب العسل. اما الا كانت العسل سخونه والشباكيه سخونه راه ما غتجيكمش شاربه العسل وفي نفس الوقت ما غتجيش معاطي ديك التعليكه. يعني العسل خصها تكون بارده باش كتعطيكم واحد كتجي شاربه العسل وكتجي معلكه من الداخل. صافي كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي بعد ما طيبنا الشباكيه ديالنا، راه كتجي رائعه، واحد المذاق كما قلت لكم رائع، مكونات اللي هما بساطين ما كياخذش منكم لا مجهود لا وقت لا حتى شي حاجه، مع طريقه ديال الشباك اللي هي سهله، يعني اي وحده يمكن ليها انها ديرها. اي وحده اللي كتخاف انها دير شباكيه وما تطلق ليهاش اولا اللي ما كتعرفش طريقه الشباك ديالها، اليوم غادي تولي ديريها وبيديك وفي دارك